يمكن أن تحدث تمددات الشرايين في أي جزء من أجزاء الجسم. كما نتعلم، الشريان يمتد من القلب إلى الساق. يمكن أن ينتفخ ويتوسع بسبب عملية مرضية. لكن عادة الشريان الأورطي الذي يكون قريبا من القلب ويمتد إلى البطن، ما يسمى الشريان الأورطي الصدري أو الشريان الأورطي البطني، شائع جدا. عوامل الخطر عادة ما تكون العمر، التدخين، وارتفاع ضغط الدم، خاصة ضغط الدم غير المسيطر عليه. لذلك هذا هو السبب في أن هذا المرض شائع جدا في الدول الغربية، حيث تكون نسبة السكان المسنين مرتفعة جدا. ومع ذلك في بلدنا أيضا، مع تزايد عدد السكان المسنين، أصبح المرض أكثر شيوعا. لذلك إذا كنت شخصا مسنا ومريضا بارتفاع ضغط الدم ولديك تاريخ من التدخين، أعتقد خاصة مع أمراض القلب، يجب عليك التوجه لبرنامج فحص الشريان الأورطي مبكرا. قد لا تظهر أي أعراض حتى يصل إلى حجم حرج. لذلك عادة ما يأتي المرضى في حالات الطوارئ، وفي ذلك الوقت تصبح خيارات العلاج محدودة جدا. لذلك إذا كان لديك جميع عوامل الخطر، يجب عليك التوجه لبرنامج الفحص. ومع ذلك تتوفر خيارات العلاج أيضا في المراحل المتأخرة. نحن عادة نقوم بإجراء تصوير الشريان الأورطي أو تصوير الأوعية لتأكيد حجم الشريان الأورطي، وبناء على حجم التمدد الشرياني يكون لدينا خطة علاج. في هذه الأيام لدينا برامج علاج داخل الأوعية الدموية ممتازة في شكل إصلاح تمدد الشريان الأورطي الصدري داخل الأوعية، والذي يسمى تيفار، أو لإصلاح تمدد الشريان الأورطي البطني، إصلاح تمدد الشريان الأورطي داخل الأوعية، والذي يسمى إفار. وحتى بالنسبة لتمددات الشريان الأورطي المعقدة لدينا إجراءات ممتازة تسمى الإجراءات الهجينة والطعوم المثقبة المتاحة، بحيث يتم تقليل المخاطر والمضاعفات بشكل كبير جدا. في الأيام السابقة كان لدينا خيار واحد فقط، وهو الجراحة المفتوحة، والتي كانت تتميز بارتفاع كبير في معدلات الوفيات والمرضى. في هذه الأيام تقوم مراكزنا بإجراءات داخل الأوعية الدموية مع معدلات وفيات ومرضى منخفضة جدا، أقل من 1% تقريبا. لذلك إذا كان لديك عوامل خطر وأعراض، يجب عليك رؤية أخصائيين فورا حتى نتمكن من علاجك مبكرا للحصول على أفضل النتائج.